العالم كله بيرفع علم مصر في مضيق هرمز عشان يعدي بأمان. الخبر ده لف السوشيال ميديا كلها زي النار في الهشيم، والناس بدأت تحتفل إننا بقينا تميمة الحظ للملاحة العالمية. بس هل الموضوع مجرد دعاية ولا في فعلا طبخة سياسية بتستوي على نار هادية بين القاهرة وطهران؟ النهاردة في الدنيا مقلوبة هنفك الشفرة وهقول لكم ليه الحقيقة أخطر بكتير من مجرد علم بيترفع على سفينة، وإيه حكاية التقارب المصري الإيراني اللي شاغل بال العالم حاليا. خلينا نتفق، عاطفيا احنا نتمنى عالمنا يحمي الكوكب كله، لكن اقتصاديا وقانونيا الملاحة الدولية ليها كتالوج. السفينة اللي بترفع علم مش علمها بتعرض نفسها للمصادرة والتحقيق الدولي. ايران مش بتتعامل بان هي بتبص للرايات، دي بتتعامل برادارات وبيانات السفينة الأصلية. فكرة ان السفن العالم تتخفى ورا علمنا هي حكاية حلوة طبعا، بس ملهاش مكان في بزنس البحار. لكن السؤال الأهم، ليه الإشاعة دي انتشرت دلوقتي بالذات؟ الإجابة في كواليس السياسة. احنا فعلا بنعيش مرحلة إعادة ضبط المصنع في علاقتنا مع طهران، من حيث اللقاءات المباشرة من لقاءات القمة في الرياض لزيارات وزراء الخارجية. في خطة واضحة لتهدئة الملفات. المصالح الاقتصادية، مصر سوق كبير وإيران عندها طموحات تجارية وممرات طاقة، والاتفاق بينهم يعني استقرار لمنطقة تعبت من الصراعات. رسائل طهران، لما إيران تدي تسهيلات للسفن المصرية، دي رسالة غزل سياسي للقاهرة بتقول فيها إن مصر رقم صعب في معادلة أمن الخليج والبحر الأحمر، ومصر بذكائها بتلعب دور الوسيط المتزن اللي بيحافظ على أمن أشقائه العرب وفي نفس الوقت بيفتح أبواب الحوار. طيب، خطورة الفيك نيوز على الهيبة الوطنية بقى. لما بنروج لأخبار مش حقيقية احنا بنضعف موقفنا مش بنقويه. قوة مصر الحقيقية مش في خدعة ملاحية، قوتها في انها الدولة الوحيدة اللي قادرة تتكلم مع الكل، ايران، الخليج، الغرب، الشرق، في وقت واحد. القوة الناعمة هي انك تكون مفتاح الحل في الازمات، مش انك تكون ستارة بتستخبى وراها السفن. وفي النهاية علم مصر غالي قوي، وقيمته في انه بيمثل دولة ليها سيادة وتاريخ. العلاقات مع ايران ماشية في طريق العقل والمنطق، وده لوحده انجاز دبلوماسي ضخم. مش محتاجين نبهره بقصص وهمية زيادة. وافتكروا كويس جدا، السياسة شطرنج مش طاولة، وكل حركة محسوبة بالملي. ارفعوا راسكم ببلدكم عشان هي فعلا قوية، بس بالقانون والدبلوماسية والعمل، مش بشير الخبر مجهول المصدر. استنوني في الحلقة الجاية عشان هنتكلم عن موضوع مهم جدا. اشوفكم على خير في الدنيا مقلوبة، وخليكم دايما واعيين وابعدوا عن الفيك نيوز. كانت معكم الشيماء توفيق في الدنيا مقلوبة. باي باي.